اليوم جابوا لا فيكتوار. اقوى او مباراه مصيريه كما تاع اليوم تروح يوم الجمعه عندك 11 ساعه في الطياره، وصلوا اللاعبين منهكين، تريح صامدي تلعب اليوم على الزوج. انا اعتقد بانه خطا فادح في برمجه. كانوا رضوان كانوا يقدروا يديروا سفريه في زوج بوسطوانا وجنوب افريقيا ماهمش بعاد، ما يقدروش يعملوا يوم الثلاثاء لعبه شباب بلوزداد مع الزاويه بعد اللقاء. تروح بالاربعاء ما تروحش بالجمعه. لا روح بالاربعاء، راه المشكل. دونك هنايا بالنسبه لي صعيب كثير من اي نادي جزائري في ظل هذه الظروف هذوما باش يفوز برابطه الابطال. اذا علي بن شيخ، كيف تعلق على نتيجه اليوم واقصاء شباب بلوزداد قبل الانجورني؟ ضابطين في السنوات الاخيره الفريق كان يروح للربع النهائي ويبحث عن النصف نهائي، لكنه هذه المره والمره اللي فاتت دا نتيجه ثقيله امام يونغ افريكانز في تنزانيا، هذه المره في دوري المجموعات نتيجه ثقيله 6-1 امام الاهلي المصري. الان باش نكون معك صريح للامانه علي بن شيخ، كنت في كل مره تقول ليس بمثل هذه الطريقه شباب بلوزداد بامكانه الذهاب بعيدا، واي نادي جزائري لا يمكنه الفوز برابطه الابطال بمثل هذا التسيير. هل تعتقد اليوم أن الشباب نال جزاء؟ يعني هذا وش كان ينتظروا بالنظر للتحضيرات وكيف سير هذه دوري المجموعات؟ جاء مدرب في بداية الموسم، غادر المدرب، جاء مدرب جديد، مازال ما جابش لاتوش تاعو. واش رايك في هزيمة اليوم ومن يتسبب أو المتسبب في ذلك؟ والله الحمد لله اللي كلامنا يخرج. عندها 3 سنوات كي لحقوا كارت فينال، كي كانت تلعب اونكور احسن من دركا كنت نقول لك بلي السي ار بي ما تديش تشامبيونز ليغ بهذه الطريقه. ولكن انا واش كنا نتكلموا احنا، كنا نقولوا ان تشامبيونز ليغ باش تديها لازم سي توت اون ايكيب ديريجونت معنى الكلمه جو سي دو بواش با يجتمعوا ويديروا لو بيلون تاعهم. علاش لحقنا لهذه الدرجه؟ غادي نهضر لك يا 3 زون لورا ماشي دوك اليوم.